السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين، يا أجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ شفنا طبعا ماتش الأهلي النهاردة مع مديان الغاني. مش هتكلم النهاردة معاكم ولا على الفوز ولا على الأداء. أنا هتكلم على كام نقطة مهمين جدا. أنا شايفاهم أهم من الفوز وأهم من الأداء. النقطة الأولى هي نقطة إيجابية جدا، وهي حراسة المرمى. مصطفى شوبير فعلا قادر على حراسة مرمى النادي الأهلي بجدارة. مصطفى شوبير يستحق اللي هو آه، يبقى الحارس الأول في الأهلي وفي منتخب مصر. مصطفى شوبير أثبت إن هو فعلا قد المسؤولية. دي النقطة الإيجابية. ولكن بعد كده في شوية نقط مش إيجابيين خالص. أول حاجة موديست. يعني إيه موديست؟ أساسي وكهربا ما يلعبش. مش بقول إن الكهربا أحسن حاجة، لكن أحسن من موديست على الأقل. يعني انا نفسي افهم مستر كولر ايه اللي عاجبه فيه. هو شايف ايه فيه احنا مش شايفين؟ الراجل ايوه خس شويه وبدا يبقى فورمه، لكن مش فورمه لاعب برضه. بص يا جماعه، ما اعرفش ماله. يعني الراجل مقتنع بيه بحاجه بطريقه مستفزه. يعني انا عن نفسي مش عارفه ايه السبب. وتاني حاجه هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم محتاج قرصة ودن يا مستر كولر. محتاج قرصة ودن فعلا. محمد عبد المنعم بيلعب بثقة زيادة، ثقة موصلة لدرجة الغرور، لدرجة هتخليه هو كمان هيخسر. مش هيخسر بس جمهور الأهلي، لا، هيخسر هو كلاعب. الغرور ده بيوقع أي حد. أي حد الغرور بيوقعه مهما كان لعيب قوي ومتميز، لكن الغرور نهاية كل لاعب. منعم محتاج قرصة ودن، محتاج يتشد عليه شوية، لأنه بصراحة يعني الموضوع زاد عن حده معاه. الحاجة التالتة وهي إمام عاشور. يا إمام، إحنا عارفين وكلنا عارفين إن أنت عايز تثبت نفسك، وعايز تثبت إن أنت قد المكان اللي أنت فيه وقد التيشيرت الغالي علينا اللي أنت لابسه. ولكن أنت بتعمل حاجة غريبة قوي بقالك كام ماتش كده مش صح. وهي إنك بتحتفظ كتير قوي بالكرة. يعني بتحتفظ بالكرة كتير لدرجة إن أنت ممكن تعرض نفسك للإصابة، تعرض نفسك ان انت تلعب بخشونه ساعات. وده مش صح. العب مع زمايلك. يعني النهايه في الاخر المكسب للكل. ايوه انت متحمس وكل حاجه وتمام، لكن مش كده. هي مش كده خالص. الكوره مش كده. يعني انتوا تيم بتلعبوا مع بعض 10 لعيبه غير الحارس، فانت المفروض بتلعب مع زمايلك. احتفاظك بالكوره كتير مش ده اللي هيثبت ان انت لاعب كويس، مش ده اللي هيثبت ان انت لاعب كفء. لا، مش صح. ففي شويه حاجات كده لازم مستر كولر يخلي باله منهم، لان الحاجات دي ممكن تاذينا بعد كده وتضرنا بعد كده. والثقه الزايده اللي حضرتك واثق فيها في موديس دي، انا مش لاقيه لها اماره. مش لاقيه لها اماره. يعني مبروك على المكسب، لكن في حاجات كتير لازم مستر كولر يحط ايده عليها ويخلي باله منها في الماتشات الجايه، لان الماتشات الجايه هتبقى اتقل وهتبقى اصعب. يعني ماتش زي ده اتضغط علينا، وكان في مشاكل في السفر ومشاكل في التمرين وكل حاجه، ولعبنا الماتش اجباري. الحمد لله ان احنا كسبنا، والحمد لله ان احنا عدينا بالطريقه دي. بس الحاجات دي مش يعني السلبيات دي مش سببها المشاكل اللي حصلت في السفر. السلبيات دي موجوده بقالها شويه. وبالتوفيق ان شاء الله. كنت عايزه اكلمكم حاجه كده على السريع على موضوع العقد بتاع كابتن حسام. كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر. العقد بتاعه فيه شوية شروط كده حلوين، وبيفكرني بالمثل اللي بيقول تيجي عند ابن عمها وتعمل جدعة. يعني حاطين له شروط في العقد. أول شرط إنه لازم يوصل كأس العالم، وإلا العقد يبقى مفسوخ من تلقاء نفسه. تاني شرط إنه يوصل بطولة أفريقيا، لا إما العقد يبقى مفسوخ برضه من تلقاء نفسه. تالت شرط انه يوصل المربع الذهبي في بطولة افريقيا، والا برضو العقد يبقى مفسوخ من تلقاء نفسه. يعني شوية شروط حلوين كده متنقيين.
عوض فيهم المصايب اللي كان عاملها في العقد اللي فات. جت بقى مع كابتن حسام. كابتن حسام قد المسؤوليه، وان شاء الله هو الراجل مصدق ان هو وصل للحلم، وان شاء الله هيتمسك بيه. رغم ان انا مش متفقه 100% في انه يمسك منتخب، بس يعني خلينا معاه ووراه ونشجعه زي ما احنا متعودين ان احنا بنشجع وبنساند. لكن الشروط دي كان المفروض تتحط مع فيتوريا، واخد بالك انت؟ مش مهم تاخد بالك، المهم ان انت بتحاول تصلح الاخطاء مع كابتن حسام. بس انا حاسه ان كابتن حسام ان شاء الله يعني قد المسؤوليه، وربنا يوفقه. وهم حطوا له الشروط دي في العقد علشان يبقوا ماسكينه يعني. بس هو هيحاول، وانا متاكده. على الرغم اني مش متفقه قوي ان هو كان يمسك تدريب المنتخب، لانه في حاجات شويه كده، بس احنا مش هنتكلم فيها. مش هنتكلم فيها دلوقتي. الراجل قدامه وقت، وقدامه فرصه، وربنا يوفقه وبالتوفيق. وبشكركم، وتصبحوا على الف خير.